بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم كل إخواتي وكل الناس الموجودين على صفحتي، وكل الناس اللي بيدعوا لي وكل الناس اللي في حياتي حاليا، الناس الحقيقية اللي أنا بقول لكم كتر خيركم على حبكم وعلى دعواتكم وعلى كل الرسائل العظيمة اللي بتوصلني من حضراتكم من ساعة ما اتكلمت من يوم 5 ديسمبر، من ساعة الابتلاء اللي أنا عشته في أسرتي والبلاء. لكن في كلام بيطلع وفي حاجات بتحصل لازم الواحد يرد عليها، وانا مش متعود في حياتي لنشر حياتي الشخصيه على المنصات والكلام اللي بيحصل وبتوع المنصات بقى، الحاجات اللي انتوا بتشوفوها والناس اللي بتطلع تشرشح لبعض والحاجات السيئه دي، لان دي مش اخلاقي ودي مش تربيتي. لان انا واحد افهم في الاصول كويس قوي واوزن مليون حد في الاصول، واكتر واحد في الدنيا بحب الأصول. طيب اللايف ده مش كورة يا جماعة، اللايف ده عن ولادي وعن المشكلة وعن الاعتذار اللي كتبته امبارح وبقى ترند. ما كنتش عارف ان الموضوع هيكبر بالشكل ده، لكن انا طالع اتكلم مع اخواتي الناس اللي بتحبني. الاول انا امبارح لما كتبت اعتذار لزوجتي مهندسة بسمة اللي مش معايا من يوم 5 ديسمبر والاولاد معايا لوحدي، هو ما كانش علشان خالص نوع من انواع الولاد ان انا مش قادر على الولاد او ان انا الولاد طلعوا عيني زي ما ناس بتكتب. الولاد كانوا ناموا، بس واضح ان ليلى حبيبتي ما نامتش. انتي دخلتي على اللايف كده؟ انا لايف على فكره. دي ليلى حبيبه قلبي اللي انا افديها بروحي واربيها طول عمري، هي وشريف وناديه اولادي. انت اللي جابك اللي جابك يا فكرة انت. قلت لي ايوه ماشي. بس المهم، طيب اللي انا عايز اقوله ايه؟ طب قولي لهم باي. قولي لهم مساء الخير. قولي لهم ادعوا لي ابقى دايما مبسوطه. ادعوا على الزمالك. يلا خشي نامي. جود نايت. 2 minutes ما خلصتش يا ليلى، لسه طالع يعني. طيب المهم حبيبتي، يعني عشان انا دلوقتي بابا وماما واسره كامله، فانا طالع اقول كلمه لكل الناس اللي شاروا بوست وكتبوا كلام مش طيب، اللي قعدوا يقولوا هو بيستنجد بمراته علشان هي ربته بالولاد. لا خالص، انا ما بترباش بولادي. ولادي دول هم شقة عمري، ولادي دول هم الحاجه اللي انا عايش لغايه دلوقتي علشانها، لان اللي عشته الشهر او ال 41 يوم اللي فاتوا من يوم 5 ديسمبر لن يتحمله بشر، واتظلمت فيه ظلم يعلم ربنا ظلم شبه الظلم اللي اتعرض له انبياء والله العظيم، واتقال فيه اللي مش فيا واتعمل حاجات، وانا مش هدافع عن نفسي، مش هينفع ادافع عن نفسي. ادافع عن نفسي قدام مين؟ قدام عرضي، قدام بيتي. عمري ما هقف الوقفه دي، ومهما حصل عمري ما هقف الوقفه دي. طيب انا ليه طالع لكم الفيديو ده؟ علشان اوصل رساله كويسه. انا متكفل بولادي، ولادي الحمد لله معوضهم اي شيء وحش، مش حارمهم من مامتهم نهائي. بالعكس انا حاولت ان انا اخليها تشوفهم اكتر من مره، وهي واسرتها اللي رفضوا ده. وصلت ان انا رحت لتحت البيت بتاعها، الفيلا بتاعتهم، رفضوا يفتحوا للولاد مره واتنين. وعمري في حياتي ما هكون الراجل اللي بيعاقب زوجته في مشكلة شخصية حاصلة بالأولاد، لأن الأولاد دول هم كرم ربنا ونعمته علينا. احنا شقينا علشان الولاد دول، احنا كان متقال انتوا مش هتخلفوا مع بعض. فأنا مقدر جدا يعني ايه أولادي، مقدر جدا يعني ايه أولادي ما يناموش يوم بيبكوا إن أنا مش موجود. مقدر جدا يعني ايه أولادي لازم يتعلموا ويكملوا تعليم، وناجح الحمد لله في ده مع بنتي في المدرسة. بقيت أب وأم، بقيت بعمل أكل، بقيت بغير، بقيت بحمي، وده مش عيب. ولغاية اللحظة دي رافض أجيب حد يساعدني، لأن ولادي يستحقوا كده. طيب أنا مش بنشر حياتي الشخصية، لكن أنا ظروفي حصلت إن كل الناس عرفت كل حاجة. اتقال عني ما ليس فيه، اتقال عني شوية مش عارف شغالة وشوية كلام مش طيب، ومش هدافع عن نفسي برضو بأكتر من اللي دافعت عن نفسي بيه قدام الناس اللي المفروض أدافع عن نفسي بيهم.
ولغاية اللحظة دي أنا بكن كل احترام لمراتي وبحبها وباقي عليها، علشان أسرتنا اللي احنا شقينا فيها 9 سنين شفنا فيهم حاجات ممكن يكون أهالينا نفسهم ما عاشوهاش من كبرها. أنا باقي عليها، بس مش معنى كده إن أنا بستنجد بيها علشان الولاد بس. أكيد الولاد محتاجين والدتهم ومامتهم، لأن الولاد بقى عندهم عقدة إن أنا أخرج من باب البيت أنا مش راجع تاني، إن أنا أنزل أخش حمام مش هيخرج من جوه، أخش أوضتي مش هيخرج من جوه. فأولادي عايشين العقدة دي. طب أنا ليه طالع بدردش معاكم؟ أولا لأن هي دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن مراتي تشوفني بيها أو تسمع عني بيها. الحاجة التانية إن أنا باقي على بيتي وأسرتي. الحاجة التالتة إن إحنا مش أعداء وما ينفعش نكون أعداء لأن في أولاد. الحاجة الرابعة وهي الأهم، إن مهما حصل ومهما قيل ده مش هيتفتح. لكن اللي أنا متأكد منه 100% إن كل حاجة وحشة أنا عملتها في حياتي أنا توبت عليها، اتعصبت، تصرفت تصرفات مش طيبة. أنا إنسان واضح جدا بعلنها للناس اللي بتتابعني. لكن مش معنى إن أنا غلطت إن أنا بس اللي بغلط. لا، مش أنا بس اللي غلط، كلنا غلطنا، كلنا بشر، كلنا لازم نسامح، لأن ربنا أمرنا بالتسامح، وربنا أمرنا بأن الإنسان لما يتوب عن ذنب عمله أو فعل عمله الناس تساعده ما تقفش ضده. واللي شايف إن مفيش إنسان بيتغير يبص لنفسه هيلاقي نفسه يتغير وبقى إنسان محترم وبقى إنسان عظيم وبقى إنسان نظيف في اللي بيتفرجوا عليا. لكن آخر حاجة عايز أقولها إن أنا ولادي هديهم رقبتي وهديهم روحي وهغير لهم وهذاكر لهم وأوصلهم المدارس وأعمل كل حاجة ليهم، لأن ولادي يستحقوا تضحية. والكلام ده بقوله عشان جايز في يوم من الأيام ما بقاش عايش، بس ولادي يبقوا عايشين وشايفين اللحظة اللي أنا فيها يا شريف ويا ليلى ويا نادية، لأن القانون في مصر في ثانية ولادي ممكن يتاخدوا مني. لكن أنا بقول حاجة واحدة لولادي في المستقبل، عشان أنا عارف هم لو تاخدوا مني أنا مش هكمل يوم في الدنيا. أقول لهم إني كنت بحبكم وعملت كل حاجة في الدنيا علشان تعيشوا في أسرة طبيعية. جيت على كرامتي، نزلت امبارح اعتذار شافوا 6 مليون بني آدم، وأنا مش غلطان لوحدي، لكن أنا بحب مراتي، غلطت في حقها، ما قفشتنيش مخونها، ما قفشتنيش مع حد، ما ضايقتها. أيوة عادي يا جماعة ضايقتها. مين ما ضايقش مراته؟ مين ما ضايقش مراته في الحياة يا جماعة؟ مين ما اتخانقش مع مراته وصوته عالي وعمل تصرفات مش كويسة؟ بس أنا بحبها لأنها كانت كل حاجة في حياتي، لأن 9 سنين عايش وافي ليها. ودموعي دي مش ضعف، لأن أنا مش ضعيف ومش مكسوف إن أنا أعيط. لا، دموعي دي هي دموع على شقة عمري، هي دموع على سنين أنا عملت فيها كنت سوبر هيرو، عملت فيها اللي ما يتعملش بكل الطرق، وباقي عليها لغاية النهاردة. لكن أنا حتى مش عارف أوصل لمراتي يا جماعة. هي عند أهلها في بيت أهلها وهي إنسانة محترمة وجميلة وعفيفة، لكن مش عارف أوصل لمراتي. ما عملتش اللي أستحق عليه العقاب ده كله. مش ذنبي إن أنا مش دكتور، مش ذنبي إن أنا اتعصبت في كام موقف بسبب ردود أفعال، مش ببرر غلطي، بس مش ذنبي حاجة. أنا طلعت أكلمكم مش عشان أعمل ترند ولا علشان أظهر ولا علشان حاجة، لكن عشان شفت امبارح اتهامات ظالمة من سيدات كتيرة جدا جدا شاروا البوست. أيوة خليه يتربى بالولاد. لا يا جماعة، أنا بتربى بالولاد إني عارف إني خايف إنهم يمشوا، خايف إن أتحرم من ولادي، خايف إني أبقى زي الناس اللي بيشوفوا ولادهم نص ساعة ولا ساعتين في أسبوع في جنينة. وأنا أم زي ما هي أم. أنا شغلي يا جماعة أنتوا عارفيني، أنا شغلي من الاستوديو بتاعي هنا. أنا بقالي 40 يوم ما اشتغلتش تقريبا.
لأن أولادي هم أغلى حاجة في حياتي، وهي احنا كنا 5 أسرة، 5 أفراد، ما بنسيبش بعض لحظة. لكن أنا باقي عليكي، مسامحك في كل اللي حصل، مسامحك في كل اللي عشته. مش ضعف، انت عارفة دي كويس يا بسمة اني مش ضعيف، وبقف للدنيا كلها، ما بيهمنيش أي حاجة. بقف لجماهير كورة، جمهور كورة، استاد، مدرج ممكن يدفني في مكاني، بقف لأي حاجة عشان أقول رأيي اللي مقتنع بيه. وقفت الرؤساء أندية كانوا بيسجنوا الناس، وقفت واتكلمت وعاندت ورفضت حاجات عاملة إزاي. لكن أنا دلوقتي باقي علشان في شقة سنين عدينا الصعب. دموعي دي ولادي هيفتخروا بيها في يوم من الأيام، عشان هيشوفوا أبوهم هيضحي بحياته ومستقبله وبمتعته. أي راجل غيري كان زمان نزل عرف واحدة واتجوزها وعيش وامشي وصباح الفل. أي راجل غيري مش هيعترف بغلطه. أنا ما بغلطش. أنا كل حاجة عملتها كانت من قلبي، وكل حاجة وكل موقف عملته كان من قلبي. لكن بعد ما اعتذر قدام 5 مليون بني آدم، والبوست لسه دلوقتي البوست ناس بتكلمني، رقمي بيتصلوا من المغرب ومن تونس ومن ليبيا ومن الإمارات ومن اليمن، واللي يقول لي انت معمول لك سحر، واللي يقول لي انت معمول لك عمل، واللي يقول لي تعالى كنيسة احنا هنخرج لك ده، واللي يقول لي تعالى لي مش عارف فين هخرج لك اللي عندك. ليه يا جماعة؟ عشان اتخانقنا 10 خناقات في 10 سنين؟ غلطت، اعتذرت، اعترفت اني غلطان. طب في المقابل انا ما كانش ليا حاجة كويسة؟ كان ليا مليون حاجة كويسة، كان ليا مليار حاجة كويسة، وقفت مليون وقفة. لكن في النهاية أنا طالع أقول كلمة واحدة: أنا مش ضعيف، وولادي هما مش ضعفي إن أنا مش عارف أغير لهم وأكلهم وأشربهم. لو هقعد من شغلي هقعد لولادي، لكن في نفس الوقت كل اللي أنا بعمله خوف وحب لأسرتي، كل اللي بعمله علشان خاطر مستقبل أسرتي. تحملت اتهامات ما يتحملهاش نبي، وما اتكلمتش وساكت، وهفضل ساكت وطالع بفضفض معاكم، لأن انتوا صحابي وأهلي، ولأن الموضوع كبر. وأنا زي ما خسرت مراتي، خسرت أبويا وأمي التانيين اللي كانوا أقرب ناس ليا. كان نفسي بس الناس دي تسمعني وتسامحني، كان نفسي الناس دي يعني تكمل الناس زي ابنهم. ولغاية دلوقتي هم أبويا وأمي. أنا بعتذر لهم على أي شعور ضايقهم، على أي حاجة ضايقتهم. لكن في النهاية أنا كل اللي كنت بحلم بيه في حياتي إن ولادي يعيشوا مستقرين، يعيشوا بين أب وأم. بنتي ما تبقاش بتقول لي أنا هقول لك ماما، هقول لك يا فاميلي. ولادي ما يبقوش خايفين إني أنزل أروح أي مشوار. كان نفسي الحياة تبقى طبيعية، لكن هو اختبار من ربنا وهي إرادة ربنا، وأيا كان اللي هيحصل فهو اللي ربنا كاتبه. وأقصى شيء حد ممكن يضرني فيه هو اللي ربنا كاتبه. كسبت حاجة مهمة، كسبت إني قربت لربنا، كسبت بعض الأمراض الجميلة اللي جات لي، الحمد لله كلها نعمة وفضل من ربنا عليا. أنا عايش لولادي، وبقول لكل الناس إني هفضل عايش لولادي، وبقول لكل الناس إن أنا لما نزلت بوست اعتذار ما كانش عشان خاطر ولادي مش قادر أشيلهم، كان عشان خاطر مصلحة ولادي إن إحنا نبقى أسرة طبيعية. ولغاية اللحظة دي أنا بقول أنا باكي وهفضل باكي إن الأسرة دي ترجع طبيعية. وبتعهد قدام كل الناس، بتعهد قدام كل الناس إن بيتي ده هيفضل مفتوح لك. هو بيتنا إحنا الاتنين، مش بيتي شخصيا، لكن هيفضل مفتوح لك، وهيفضل محمد أو مادو المتسامح، اللي بيسامح، الجدع، اللي قلبه أبيض، اللي بينسى أي حاجة في ثانية، اللي لما بيغلق بيتعصب بيبقى كده وبعد 10 دقايق كده. هو بس
وهو قريب لربنا الموضوع غير. ليه وانا قريب لربنا الموضوع غير؟ لانه انا قريب لربنا انا مش هعمل فعل او مش هعمل حاجة غير ان انا يعني حاجة مش حرام. فاهمين قصدي؟ فاهمين الكلام؟ ادعوا لي ربنا يحفظ لي اولادي وما يحرمنيش منهم زي ما حرمني من زوجتي وعائلتي وكل حاجة، لان انا حسيت احساس وحش، حسيت احساس ان الحياة اتغيرت في 10 دقايق، في نص ساعة، في مكالمة. حسيت احساس ان انا اتخطف مني كل حاجة في حياتي. يعني ساعة بتقول لي قلبك يا عم، اتعودنا يا عم خلاص. بس كده ما شاء الله ما شاء الله. لو حد هيعرف يشوف معرفش هتبان لكم ولا لأ، يعني ماشي. 189 ضربات قلبي ولا بتكلم. الحمد لله على كل شيء. أنا مش هتهز علشان ولادي، والفيديو ده علشان لو حصل أي حاجة في الحياة تبقوا انتوا وأولادي عارفين حاجة واحدة بس، إني كنت باقي لآخر لحظة. وبشكر كل الناس اللي اتهموني بالباطل إني بعمل ترند. مش أنا بتاع الترندات، كنت طلعت على التيك توك ودخلت فلوس قد كده لو أنا عايز أبقى في السكة دي. وادعوا لي كتير، وشكرا. سلام عليكم.